جين غرنير جرو الذئب. في جنوب غرب فرنسا عاش صبي يدعى باسم جين غرنير ويبلغ من العمر 13 عاما. تلك المزرعة التي عاش فيها جين كانت منحوسة، فبمجرد مرور الأطفال من المزرعة فإنهم يختفون بشكل غامض ولا يترك لهم أثر. وفي مرة قد اختطف طفل من سلته بينما أراحت أمه نظرها لوهلة بسيطة. لم يكن أحد يشك بأي شيء ولم توجه أصابع الاتهام إلى أحد. لكن لاحقا وأثناء رعاية قطيع الأبقار التقى جين بفتاة جميلة تعمل معه عمرها 18 عاما، وأخبرها جين أنه يرغب بالزواج منها، فضحكت عليه وسخرت